أهلا بيك، أنا سارة وحابة ناخد هدنة صغيرة نحكي فيها عن اللي جوانا ونسمع نفسنا من جديد. دي رحلتنا سوا ويلا بينا. بيجي عليك وقت تحس انك تعبان أو مضغوط، خلينا أقول انت مش مبسوط ولكن بدون سبب واضح. يمكن بتشوف ان سبب المشكلة في الشغل أو في العلاقة اللي مش مريحاك أو في الناس اللي حواليك. بس لحظة، هل فكرت ولو لمرة ان المشكلة اللي انت بتفكر فيها طول الوقت ممكن ما تكونش هي اصل المشكلة؟ يمكن تكون مجرد قناع، ستارة مستخبية وراها حاجة اعمق، حاجة اقدم، حاجة انت نسيتها بس هي ما نسيتكش. حلو، تعال نبدأ من هنا. لما بتيجي تحل مشكلة في حياتك غالبا بتبص على اخر حاجة حصلت، الحدث الجديد، الخناقة اللي حصلت امبارح، الوجع اللي حسيته من اسبوع، الشعور اللي بيلاحقك كل يوم. بس الحقيقة دي كلها اعراض، في الاغلب بتبقى اعراض لمشاكل بتواجهنا في الحاضر بس جذرها راجع سنين لورا، مشاكل حالية سببها حاجات قديمة ما اتحلتش، وممكن كمان تبقى اساسها طفل صغير اتخض، اتوجع او شال جواه وسكت، كبر وافتكر انه نسي، بس في الحقيقة هو كل ما يتهز يحس بنفس الخوف من تاني، نفس المشاعر بس المرة دي على هيئة قلق أو أرق أو حتى وجع جسدي من غير سبب واضح. كل واحد فينا جواه نسخة أصغر منه، اللي اتكتم عياطه، اللي اتقارن بغيره، اللي ما تحبش من غير شروط، كبر وهو فاكر انه لازم يثبت نفسه عشان يتحب أو يرضي كل الناس عشان ما يترفضش، يخبي مشاعره عشان ما يبانش ضعيف. ولكن للأسف خليني أقولك إن مشاعرك المدفونة مش بتموت، هي بس بتتحول. الصدمة اللي متكلمتش عنها والزعل اللي كتمته وحتى الخوف اللي خبيته ما بيروحوش، الجسم بيحتفظ بيهم. في دراسات نفسية وطبية أثبتت إن المشاعر المدفونة بتأثر فعلا على الجسم، زي القلق المزمن والغضب، الكبت الطويل، الشعور بعدم الأمان أو الرفض. كل ده ممكن يظهر في صورة للتعب الجسدي زي مشاكل في المعدة والتوتر العضلي أو حتى اضطرابات هرمونية، فتدور على علاج وتحاول تاخد أدوية، لكن مفيش حاجة بتتغير، لأن هنا الجرح مش في الجسم، هنا الجرح في النفس، والجسم بس بيفكرك كل يوم إن لسه في حاجة ما اتحلتش. فتيجي بقى مرحلة مهمة وهي الوعي، تبدأ تدرك اللي انت فيه وتبدأ تسمع الطفل اللي جواك وتسأل نفسك، امتى آخر مرة حسيت بالشعور ده؟ امتى بدأت تخاف تتساب بجد؟ امتى بدأت تحس انك مش كفاية؟ ومين أول شخص حسسك انك لازم تبذل مجهود عشان تتحب؟ في الحقيقة الأسئلة دي مرعبة جدا بس مهمة، فجرب تبص للماضي مش علشان تعيش فيه لكن عشان تفك عقدته. الطفل اللي جواك مش محتاج تتجاهله، هو محتاج بس منك انك تحس بيه وتقوله انا سامعك وانت ما كنتش غلطان. في النهاية يا صديقي احب اقولك ما تتجاهلش اللي بتحس بيه، مشكلتك الظاهرة ممكن تكون صوت خفي لطفل جواك لسه بيتوجع، ووجعك الجسدي ممكن يكون صرخة للي ما تقلش. والحل مش انك تحارب نفسك ولا تهرب، لكن انك تبدأ تسمع وتفهم وتحضن كل جزء فيك حاسس انه مش كفاية زمان، لان ببساطة لما تحتضن الطفل اللي جواك الانسان اللي انت عليه النهاردة هيتحرر. فخلينا نهيلك الحلقة بسؤال ليك، هل فعلا المشكلة اللي بتتعبك دلوقتي سببها في حاجة لسه عايشة جواك من زمان؟ هل ممكن يكون الجرح النفسي القديم هو اللي بيخلي جسمك يتوجع النهاردة من غير ما تعرف السبب؟ فكر وما تنساش تديني الإجابة. الحلقة خلصت بس الكلام ما بيخلصش، ولو كلامي فرق معاك اعمل شير للي ممكن يكون محتاجه، وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان نكمل الرحلة سوا. باي.